السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهارده هتكون الجمبري. طبعا أي كمية وأي حجم انتوا تحبوه طبعا. معايا كده هنقشروه كده بإيدينا بكل سهولة، بخلة أو بشوكة زي ما انتوا شايفين. هنطلع كيس الرملة اللي في الظهر، هغسله غسلة كويسة وأحط ليمون وخل وكمون وملح وذرة بسيطة من الكركم عشان بيديله لون حلو في التحمير. هقلبه كده وهخليه على جنب، وأحضر كده 3 4 معالق من الدقيق. هنزل عليهم شوية بشوية بالمية لحد كده ما ادوبهم، واخليهم كده يوصلوا للقوام اللي انتوا هتشوفوه. هحطه كده فوق الجمبري واقلبه واسيبه على جنب زي ما انتوا شايفين. احضر بقى الكفر الخارجي. هيكون معايا دقيق وبقسماط او فيجيتار وكريسبي. هحط عليه ذره من الملح وذره من الكركم، برضه بيديله برضه لون جميل جدا في التحمير زي ما انتوا شايفين. احضر بقى الطاسه بتاعتنا على النار كده، واخد بقى من الخلطه اللي انا عاملاها دي فوق الجمبري، وانزلها على الخلطه الجافه بصوابع ايدينا كده كذا مره، بتاع 3 4 5 مرات كده، نقلبه في الدقيق. وواحده واحده كده يا جماعه من الطرف كده، ننزل بيه على الزيت. واول ما يطلع نحطه في مصفى، ما ينفعش نحطه على مناديل. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال، بصوا الكفر عامل ازاي والجمبري عامل ازاي من جوه، اكنكم شارينه بجد من بره يا جماعه. هنا بقى معانا السندوتشات بتاعتنا الفينو. احط كده مايونيز، احط كده كاتشب، واحط كده بقى الجمبري بتاعنا. عايزين تحطوا كابوتشي براحتكم، عايزين تحطوا بصل وطماطم برضو براحتكم. ايه رايكم في الجمال؟ يا رب الوصفه تكون تعجبكم.